في شركات موتوسيكلات بتلمع فجأة وبعدين تختفي، لكن في شركة فضلت تكبر في الظل لحد ما بقت دلوقتي منافس حقيقي لأكبر أسماء في السوق. سيف موتو، الشركة المنسية اللي عمرك ما اديتها حقها. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. وقبل ما نبدأ، لو بتدور على موتوسيكلات، اكسسوارات، قطع غيار أو حتى زيوت وكل اللي بيخطر على بالك في مكان واحد، يبقى في موقع موتور جراج هتلاقي كل اللي انت محتاجه بأسعار تخليك تبتسم وانت بتدفع، لأنك هتستخدم كود خصم. القصة بتاعت سيف موتو بدأت سنة 1989 في مدينة هانشو في الصين على ايد المهندس لاي جوانج مينج، واتمنى اكون قلت الاسامي دي صح. وقتها الشركة ما كانتش ليها اي علاقة بالموتوسيكلات اصلا، كانت بتصنع مواتير للقوارب ومعدات ميكانيكية بسيطة. لكن مع مرور السنين الشركة كبرت وبدأت تبص للسوق العالمي، وفي اوائل الالفينات اتخذت قرار جريء جدا: ليه ما نعملش موتوسيكلات؟ طبعا ده ما كانش قرار سهل، لان في الوقت ده المنتجات الصينية كان عليها السمعة ان هي رخيصة وضعيفة والناس ما كانتش بتثق فيها تماما. لكن سيف موتو حطت خطة مختلفة، مش بس تقلد لكن تطور وتعمل حاجة جديدة. جابت مهندسين عندهم خبرة من أوروبا، بدأت تستثمر في التصميم والبحث والتطوير، ركزت على إنها تقدم جودة وسعر منافس في نفس الوقت. والنتيجة إنهم خلال أقل من 10 سنين قدروا يدخلوا السوق المحلي الصيني بقوة، وبدأوا يلفتوا أنظار الشركات العالمية. سيف موتو ما اكتفتش إنها تنتج موتوسيكلات لوحدها، لا، الشركة كانت فاهمة إن دخول الأسواق العالمية محتاج قوة تكنولوجية وتصميمية أكبر من كده بكتير. وهنا جت أول وأهم شراكة ليهم مع KTM. في 2013 سيف موتو وقعت اتفاقية تعاون مع KTM النمساوية، وده سمح لهم إن هم يصنعوا شوية من موديلات KTM في مصانعهم في الصين، وكمان ياخدوا تكنولوجيا المواتير والشاسيهات المتطورة بتاع KTM. والنتيجة منتجات بجودة أوروبية لكن بسعر صيني منافس. بعدها بدأت الشركة توسع شبكة شركائها، سواء مع شركات تصميم أوروبية أو موردين عالميين لمكونات زي ABS اللي من بوش وأنظمة تعليق من KYB، نفس الشركة اللي بتتعامل معاها ياماها، علشان تقدم مستوى أداء واعتمادية يقدر ينافس العلامات الكبيرة. الشراكات دي مش بس حسنت من الجودة، لكن كمان ساعدت سيف موتو إنها تكسب ثقة العملاء في أسواق جديدة زي أوروبا، أستراليا، وحتى أمريكا الشمالية، لأن قطع كتير في الموتوسيكلات بقت من شركات معروفة والناس بتثق فيها أكتر. وفي بداية رحلة تصنيع الموتوسيكلات ركزت على الفئات المتوسطة والاقتصادية، لكنها ما اكتفتش بالمستوى ده وخلاص. كان هدفهم يدخلوا بموتوسيكلات تصميمها جديد، مواصفاتها عالية، وسعرها منافس لأي علامة تانية. من أشهر موديلاتهم في البداية هي سلسلة NK، زي NK 250 NK 300 اللي قدمت تصميم رياضي من توقيع كيسكا ديزاين، ودي نفس الشركة اللي بتعمل تصميم KTM اللي كلنا بنحبها، مع مواتير سلسة واستهلاك بنزين قليل. وطبعا السلسلة الأشهر والأنجح عندهم، واللي أنا شخصيا حابب في مرة أجرب واحد منهم، هي سلسلة SR، ودي كانت الانطلاقة الحقيقية للشركة. والسلسلة دي في منها نسخ كتير ومواتير كتير مختلفة برضه، من أول 250 سي سي و300 سي سي مع CF موتو 300 SR، واخوه الكبير اللي هو اشهر واحد في السلسله كلها CF موتو 450 SR، بيجي بموتور 450 سي سي توين بيوصل تقريبا ل 50 حصان، مع شاسيه خفيف وفرامل بريمبو ونظام ABS من بوش اللي لسه مكلمين عليه من شويه. ايروداينامكس وتصميم يدي احساس ان الموتوسيكل سوبر سبورت بسعر اقل بكتير من المنافسين. والتصميم هنا فعلا نقطه قويه جدا للبايك ده، لان اي حد هيشوفه ويجي في باله انه بايك قوي جدا، ودي من اهم نقط بيع البايك ده. ممكن يكون التصميم قريب شويه من ابريليا، لكن برضه تصميم لسه مميز برضه. كمان البايك ده فيه منه نسخة اس، ودي فيها اجزاء كربون فايبر وجناح وتظبيط زيادة عشان تكون سبورت اكتر. اخوهم الكبير CF موتو 675 SR، وده بقى بايك ريس بجد، 3 سلندر 675 سي سي، وبيخرج تقريبا 95 حصان. بس مشكلته ان هو مش موجود في كل الاسواق ومش متوفر في كل الدول، لكنه اغلب الناس اللي جربوه بيقولوا ان هو اداؤه جامد جدا. وفي كام موديل كمان زي GT 650، ده بايك للفئة السياحية الرياضية، والMT 800 ده بايك ادفنشر بمحرك من KTM. في CF موتو 1250 TRG، ده تورينج فاخر ودخل خدمة الشرطة الصينية. في الصين الباترول بتاعت الشرطة بيستخدموا البايك ده. وفي طبعا غيرهم موديلات كتير وسكوترز كمان، لكن دول اشهرهم واكتر موديلات مبيعا. الدخول القوي ده خلى CF موتو تنتقل من كونها شركة صينية عادية لعلامة بدأت تخوف المنافسين الكبار في اوروبا واسيا، وكمان جزء بسيط من السوق في الشرق الاوسط. CF موتو موجودة في مصر بوكيل رسمي، بس مش عارف هل هم اشتغلوا رسميا ولا لا، لاني مش بشوف موديلات ليهم كتير في الشارع. بس لو نزلوا بقوة زي ما في شركات صيني تانية عملت، الشركة دي هتاكل جزء محترم من السوق، لانها هتسد فجوة ما بين الموتوسيكلات الصيني والياباني اللي موجودة في مصر. CF موتو مش بس بتحاول تثبت نفسها في السوق العالمي، لا، دي ناوية تغير قواعد اللعبة. الشركة بدأت تستثمر جامد في مواتير أكبر وأقوى،
مع تقنيات إلكترونية متطورة، وكمان استثمرت جزء كبير جدا في شاشات جديدة، وفي تطوير أنظمة التحكم في الجر وأنظمة تعليق إلكتروني جديدة، وفي خطط علشان يطلقوا موديلات أدفنشر جديدة تنافس جي اس بتاع بي ام دبليو، وكمان تطوير فئة السبورت تورينج عشان تنافس في أسواق أوروبا وأمريكا. الأهم إنهم بيشتغلوا على مشاريع كهربائية بالكامل، وده معناه إن إحنا ممكن نشوف موتوسيكل كهرباء من سيف موتو قريب جدا، وطبعا هيكون بمواصفات وأسعار هتهز السوق. ولو كملوا بنفس معدل التطوير الحالي، في خلال كام سنة بس ممكن نشوف سيف موتو بتقف جنب العمالقة زي هوندا وياماها، مش بس في السعر لكن كمان في الأداء والجودة. سيف موتو بدأت من مصنع صغير في الصين، ووصلت لحد ما بقت علامة محترمة في الأسواق العالم كله، مش بس بأسعار منافسة لكن بجودة وبتقنيات تخلي الناس تعيد التفكير قبل ما تدفع ضعف الفلوس في موتوسيكل تاني. سواء كنت بتدور على ادفنشر أو على سبورت أو حتى سكوتر، سيف موتو بقى عندها كل حاجة لكل الناس. واللي بيخليها مختلفة إنها بتديك قيمة كبيرة جدا مقابل الفلوس اللي بتدفعها، من غير ما تحرمك من التكنولوجيا أو من غير ما تحرمك من التصميم. اللي جاي من الشركة دي أكبر بكتير من اللي فات، والسؤال دلوقتي هل أنت مستعد تجرب سيف موتو بنفسك ولا هتستنى لحد لما تبقى اسم على كل لسان؟ قصة الشركة دي ملهمة فعلا، وبتعرفك إنك لازم تبدأ دلوقتي علشان ده أحسن وقت ممكن تبدأ فيه. شكرا على المشاهدة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامة. برقص غصب عني، برقص غصب عني، برقص.